الواحد اللي كان يحكم، بالرغم ان كانت هناك احزاب معناها ديكار. اولا. اثنين، كانت موجوده منظومه امنيه فاسده وهي معناها العصا الضاربه نتاع نظام الاستبداد. ثلاثه، كان منظومه اعلاميه فهمتي خدمتها ان تبندر للنظام الحاكم وتعمل البروباغندا. الركيزه الرابعه والاخيره وهمه جدا وهو قضاء غير مستقل، قضاء يطبق في التعليمات. ياسين العياري هو ضحيه قضاء، هذا القضاء لحد يومنا الحالي معناه لم يتخلص من القيود نتاعو والتبعيه نتاعو للسلطه التنفيذيه. من هو المسؤول؟ المسؤول هو اللي شد الحكم بعد انتخابات 23 اكتوبر، هو الترويكا، وعلى راسها النهضه اللي شدت وزاره العدل. ماذا فعلت لارجاع قيمه القضاء وكسبه الاستقلاليه نتاعو؟ لا شيء. رينا الاعفاءات كانت بطريقه عشوائيه، هو صحيح لابد من اعفاء معناها مجموعه كبيره من القضاة اللي عندهم على الاقل شبهه فساد، ولكن الطريقه والاليه اللي استعملها معناها كانت معناها غير واضحه، وخلاو ولاو لنا توا هو عاملين جمعيه تاع القضاة معناها المعفيين، ولات ناس مضطهدين ويطالبوا في الحكومه الحاليه الى ارجاعهم لسالف العمل نتاعهم. هذه المنظومه توا هاي النهضه خرجت من الحكم، اظن هي باش تكون هي الضحيه نتاع الوحده. وانا رينا من الملفات الى جانب ياسين عياري الراو في رفيق بن عبد السلام، هو اللي على ما يبدو يقول هو ولا ضحيه لهذا القضاء الغير مستقل، لحد الان قضاء غير مستقل. هذا هام جدا، وتحملوا مسؤوليه هي السلطه القائمه بعد 23 اكتوبر، هام جدا. ياسين العياري نحن في الحزب مبدئيا كما تقول سي محمد باش نساندوه مش لشخصه، لانه نحن ضد اي عقوبات بالسجن للناس تعبر عن ارائها، ضد الدفع الى العنف والتحريض على العنف والتحريض معناها او المطالبه بالسحل، ولكن حريه الكلمه لابد ان تبقى مضمونه، والدستور الحالي في تونس معناها ضمن حريه التعبير. ملف اخر وهو صديقنا ذكر في خصوص ملفات الفساد. نحن في التيار الديمقراطي الخط نتاعنا الاولويه المطلقه نتاعنا هي مكافحه الفساد بكل انواعه والسعي الى فضح معناها هذه الممارسات، لأن النظام البائد كان نظام فاسد وقائم على منظومه كلها فاسده. وعندنا في التيار الديمقراطي لجنه مكلفه بمكافحه الفساد، والتيار الديمقراطي ما يحبش معناها يكبر على اساس انه نقدموا في الملفات. قدمنا عديد الملفات الى السلطه القضائيه في ملفات فساد، وهي الان منشوره امام القضاء، وهذا دورنا وماناش معناها باش نتراجعوا فيه. هام جدا، يلزم كل انسان من موقعه كل ما يراه معناها فساد الا ويحاول يتصدى له بكل الوسائل نتاعو. هذاك باش نغيروا ثقافتنا، خاطر بكل صراحه نحن وصلنا في تونس انه ولينا دوله الفساد بامتياز في كل القطاعات، ولات عقليه الفساد ولا عقليه، كما تعطيش معناها القهوه واحد ما تقضيش شورك، ولو انه في حقك ساعات حقك تاخذك الشيء فهمتي وتتحصل عليه، ولكن ولينا نؤمنوا انه بدون انك تعطي معناها البقشيش ما تنجمش تتحصل على حقك. هذا لابد من معناها نغير هذه الممارسه، لانه الى جانب الفساد هناك معناها ظواهر سلبيه ثقافيه لابد معناها ان نقومها، وكل انسان من موقعه يقومها. هذا هو، بارك الله فيك.